فرنسا عضوة في مجلس الأمن، هناك دول عضوة في مجلس الأمن ولكنها لا تزال تحارب الاستعمار. في هذا الشأن يمكن أن نخوض في 3 نقاط مهمة جدا وجوهرية. الأمر يتعلق بأن فرنسا هي دولة استعمارية بامتياز، وبالتالي النزعة الاستعمارية دائما تبقى تنحاز إلى الجانب الاستعماري، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا اللوبي اليهودي الذي أشار إليه الأستاذ كورتل وهو صحيح جدا. أضيف فقط بأن هناك 7 وزراء مغاربة في الحكومة الإسرائيلية اليوم، وبالتالي هذا في حد ذاته هو دعم للقضية من هذه الناحية. من الناحية الاقتصادية هناك اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تخدم مصالحها إلى أبعد الحدود، وبالتالي سوف يكون التحيز واضح جدا. أعرج على نقطة مهمة جدا تتعلق بالأمم المتحدة، وهو بعثة المينورسو التي تم تحديدها وإنشاؤها وفقا للقرار الأممي للأمم المتحدة سنة 1991. مهامها هي مهمتين. المهمة الأولى وهو حصر الهيئة الناخبة الصحراوية والتي سوف تذهب الى الاستفتاء. ما تهمناش كثير التفاصيل الان، يهمنا الموقف الفرنسي من نعم انا اتي في هذا التحليل. والقرارات الدوليه، القرارات الشرعيه الدوليه واضحه في هذه قضيه تصفيه استعمار، تطبيق قرارات شرعيه دوليه. الان الحكومه الفرنسيه اللي هي عضو في مجلس الامن، عضو دائم في مجلس الامن، يخرق القرارات اللي صدرت على مجلس الامن، وهذا ما يؤول بنا انه ما حصل مؤخرا في فلسطين والمجازر التي تستمر الى اليوم اسقطت بامتياز المنظومة الأممية، وضرورة إعادة النظر فيها بأن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين، يكيل بمنطق القوة ومنطق المصلحة، لا يكيل بمنطق التساوي بالنسبة لكل أفراد المجتمع الدولي وكل الديمقراطيات في العالم. ناهيك على أن الجزائر معروفة بمساندتها لقضايا التحرر، وبالتالي سوف تكون الضريبة في هذا المجال. قبل ما نعطي الكلمة مهدي، الآن بيان تاع التجمع الوطني الديمقراطي RND اللي يستنكر قرار ويستغرب وقرار الحكومة الفرنسية، ويقول أنه الحزب يتخندق مع الحكومة الجزائرية ومع الشعب الجزائري ومع القضية الصحراوية اللي تبقى في نهاية المطاف قضية تصفية استعمار. يعني البلد الوحيد المحتل الآن في إفريقيا نظن هو الصحراء الغربية، والبلد الوحيد. وكما جاء في بيان وزارة الخارجية يعني هناك نوع من التضامن بين مستعمر قديم ومستعمر حديث، لأنه الدول الاستعمارية عندها نفس الأساليب. هل تعتقد بأن مجرد تصريح تاع مسؤول سياسي فرنسي سيجعل من الصحراء الغربية صحراء؟ طبعا اكيد لا يؤثر. شوف لو اجتمع ولذلك انا عرجت على بعثة المينورسو الأممية لأنه قرار أممي لا يرتقي إلى مستوى. في هذه يا سيدة منار. تفضل مهدي، نعطي الكلمة لمهدي. موقف الدول الاستعمارية دائما واضح. الصحراء الغربية أراضٍ محتلة بطبيعة الحال. أي دولة لها هذه المرجعية ستكون معها. الشيء نفسه بالنسبة إلى دولة الاحتلال الصهيوني في فلسطين، أكيد راح تكون مع مسألة الاحتلال وتبغى توقف مع المحتل. المشكل في ماذا؟ المشكل كذلك في هيئة الأمم المتحدة اللي تعمل للجزائر بشكل فردي وبشكل جماعي على أنها تعمل على تغيير هذه المنظومة، خاصة على مستوى مجلس الأمن اللي هو عنده حق الفيتو وحق القرار. إلى حد الآن تصريحات الأمم المتحدة في كثير من الأحيان تكون تصريحات مطاطية يمكن للمغرب أن يطوعها بحسب رؤيته إلى غير ذلك. ليس هناك منظومة الأمم المتحدة ليست لها مواقف ثابتة وصريحة وواضحة عندما يتعلق الأمر بالدول المحتلة وبالدول الضعيفة. شكرا. بقتنا نقطة يعني بعض دقائق قليلة حول اليوم النشاط نتاع السيد تبون، رئيس تبون في CEC، أين كرم 9 مؤسسات مصدرة، أكبر المصدرين